ازيكم يا حلوين؟ النهاردة معايا وصفة بديل للسندوتشات التقليدية للمدرسة، فطاير الهوت دوج. هعملها لكم بعجينة هشة وطرية ومغذية جدا. هي وصفة سهلة وبسيطة وما بتاخدش وقت خالص. بس قبل ما نبدأ ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو لو عجبكم، وتشتركوا في القناة وتدوسوا على الجرس عشان يوصل لكم كل فيديوهاتي. ويلا بينا نبدأ. هبدأ معاكم بالعجينة. هنا معايا بولة هحط فيها 1.5 كوباية من الحليب كامل الدسم الدافي، فوقيهم 2 معلقة كبار من السكر الأبيض، ومعلقة كبيرة من الخميرة الفورية، وهقلبهم مع بعض كويس لحد ما السكر يدوب، وهسيبهم بس على جنب حوالي 10 دقايق عشان أتأكد إن الخميرة شغالة. بعد ال10 دقايق هحط لهم بيضة بدرجة حرارة الغرفة، وفوقيها معلقة كبيرة من الخل ونص معلقة صغيرة من الملح، وهقلب كويس. وبعدين هحط لهم 2 كوباية من الدقيق، والدقيق هنا بيكون دقيق مخبوزات، ومعلقتين كبار من الزبدة بدرجة حرارة الغرفة، وهقلبهم بقى مع بعض كده كأني بلت العجين بالظبط. بعد كده هحط لهم 2 كوباية كمان من الدقيق، ويبقى أنا كده حطيت 4 كوبايات من الدقيق. وطبعا ممكن تاخد منك نص كوباية زيادة أو ربع زيادة، يعني حسب نوع الدقيق بتاعك. المهم ان انا اعجن فيها كويس مدة ما تقلش عن 10 دقايق، وقوام العجينة بيبقى ناعم وطري جدا كده. هحطها بقى في بولة علشان تخمر، واسيبها حوالي ساعة على جنب. وبعد كده هحتاج شوية من الهوت دوج. الحجم المتوسط بيكون حجم حلو ومناسب جدا. وخلاص كمان العجين خمر معايا كويس قوي. هبدأ بقى ان انا اخد منه كده كور صغيرة لوسط، واحاول بس ان هما يبقوا قد بعض على قد ما اقدر. وابدأ بقى ان انا افردها كده طويلة رفيعة شوية. وبعدين هاخد الهوت دوج واثبت فيه طرف العجين، والف العجين كده بالشكل ده ورا بعض، واثبت بقى الطرف الاخر كده من تحت. وتعالوا بقى نعمل واحدة كمان، برضو بثبت الطرف والف الف الف، وفي الاخر اخر طرف ده بحطه من تحت عشان ما يفتحش معايا. وهو ده شكلها. بخلص كل الكمية وأحطهم على صاج وأسيبها ترتاح معايا حوالي ربع ساعة. أهم حاجة القفلة تكون من تحت علشان ما تفتحش معاكي في الفرن. ولسائل التلميع هحتاج صفار بيضة وشوية خل وشوية حليب، وأخلطهم كده ببعض كويس، وأبدأ أدهن بيه كل الفطاير. وممكن بقى أرش مثلا على الوش شوية أعشاب مجففة، زعتر مثلا، ريحان، أي حاجة. وهدخلهم الفرن سخن على الرف اللي في النص على درجة حرارة 200. هتقعد معاكي حوالي ربع ساعة أو 20 دقيقة هتكون جهزت. وبتطلع بقى من الفرن أخدة لون حلو جدا من سائل التلميع. وما تقلقيش خالص من ريحة البيض، بالعكس عطي ريحة خطيرة كأنها بريوش بالظبط. مفيش وزن للعجين من كتر ما هي هشة. وطبعا زي ما شفتوا سهلة وسريعة ومغذية جدا، وتغيير بقى عن السندوتشات المملة اللي الولاد بياخدوها معاهم كل يوم. اعملوها وحطوها في الفريزر، ووقت ما تبقوا مستعجلين تاخدوا منها على طول. وبس كده. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك وتشتركوا في القناة. أنا أماني علي، واشوفكم على خير.